افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروع مونوريل شرق النيل الممتد من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الجديدة بطول 56.5 كيلومتر بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، إذن ببدء تشغيله أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة، واللي بيمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحديثة. في البداية خالص عايزة أعرف إيه الهدف من إنشاء مشروع بضخامة مشروع المونوريل والنهر الأخضر؟ مصر النهاردة عندها رؤية وعندها طموح، عندنا طموح اقتصادي، عندنا طموح سياسي، وعندنا طموح اجتماعي. اهمها طبعا هو توفير البنيه التحتيه القوميه. لما حضرتك ذكرتي في بدايه المقدمه ان مشروع قوي زي ده مشروع قومي هو المونوريل، او بشكل عام تحت مظله النقل اللي تم تحديثها، وسواء كان او اضافه نوعيه جديده من الخدمات، سواء كان القطار الكهربائي، المونوريل، توصيل عدد اكبر من الخطوط، المترو، الانفاق، كل ده بيساعد على اكتر من صوره نمطيه لمصر. اولا في تحسين شكلها العام، لان الدوله كمان يعني بيكون شكلها الحضاري ده مهم جدا جدا، سواء كان للمواطن بيحس ببلده ان فيها اهتمام بيه، لان ده بينعكس طبعا على المواطن بشكل اساسي. توفير وسيله المواصلات بشكل مهم جدا. انا الصبح النهارده عشان اوصل بسرعه هنا عند حضراتكم جيت بالمترو، ده كان اسهل وسيله يعني. طيب حاجة تانية كمان عشان يوفر في ما يوصلش للازدحام المروري، كمان في عندنا كمان حاجة ألا وهي توفير البنية التحتية. ده بيساعد على مفيش تكدس مرور كده.